سبحان الله، العالم كامل داير هاك على المغرب. غير المغرب يلعب كره، لو كان البارسا تلعب البارسا مع الريال والله العظيم قليل تلقاهم يتفرجوا. كان واحد فئه كثيره بصح ماشي قد المغرب كيلعب مع شي فرقه. العالم كامل يدخل يتفرج، العالم كامل كلشي. ولات البارسا كيتلعب مع الريال ولا مع نابورتو كي، والله الناس ما بقات تتبعها قد ما راهم يتبعوا المغرب كيلعب شي ماتش. كلشي داير عليه، كلشي يشوف سبحان الله. واش هادشي هذا؟ بصح انا عارف هاد السر من جاي من المغرب العالميه. حقاش المغرب مشى بعيد، المغرب راح بعيد، خلى العالم كامل مبهوط في المغرب، وصل نجح. المغرب نجح في كل شيء نجح، مشى بعيد تبارك الله. المغرب نجح، هذاك الشيء علاش العالم كامل داير عليه هاك. لو كان المغرب ما كانش ناجح اقسم بالله يا دوله ما تديها فيه ولا دوله ما تشوف فيه. بصح المغرب نجح 30 عام تاع نجاح، انت على الخدمه وزيد زيد على شكون اي حاجه كيديروها في المغرب كلشي يخرج، لا علاقه مع الكره، كلشي يخرج يركب، كلشي يدخل يركب، كلشي يدخل يشوف المغرب واش دار، واش دار، ولا كلشي يدخل يتفرج في المغرب واش كاين اليوم، واش دار اليوم، واش العلامه. راني نقول لكم العلامه كذا هذه ولا العالم كامل ولا يتبع المغرب. حقاش قول المغرب نجح، مشى بعيد بزاف. لو كان المغرب ما نجحش شكون اللي يديها فيه؟ حتى واحد ما يشوف فيه. بغى يلعب كره، بغى يدير هذه، بغى يدير اللي بصح شافوا المغرب، العالم شاف المغرب راح بعيد بزاف. راح على تركيا، راح بعيد، فات العالم فاتوا، راح بعيد ما شاء الله تبارك الله. ربي يحفظ جلاله الملك محمد السادس امير المؤمنين. 50 سنه عشتك، 50 سنه الدبلوماسيه الجزائريه موضوعها الوحيد هو اصحى الصفعه والحجر من الاخر. لا حول ولا قوه الا بالله. لازم نقطع العلاقه الدبلوماسيه بين جمهوريه تندوف وموريتانيا. الدبلوماسيه عندها وجه مواقف وقعت في القضيه هذه 50 سنه عشتك. تخدم غير راني نحكي لك على فرنسا كارثه. الدوله الجزائريه راهي توجد ضربه القضيه شكون راح يدي الضربه هذه؟ العدو. اول معارض يكره شابته. ما قلت نجيب لكم ناس ربما معنا شباب، ناس صغار، ربما طلبه في العلوم السياسيه، ربما ناس حابين يمارسوا السياسه، ربما ناس حابين يتعلموا الخطابه، فن الخطابه. انك مثلا تلقي خطاب بطريقه مليحه، انه تكون عندك اتساق في استعمال الكلمات وغير ذلك. هذا قلت نديروا درس صغير ونجيبوا واحد دكتور في فن الخطابه يلقي علينا خطاب، نشوفوا الخطاب على اصوله كيف يكون. شد روحك. وطمأنينها سعيد شنقريحه عظامة بنبول مهما عظامة بقية للأجيال القادمة. شو هادو الاجميال هادو؟ الجمال؟ شكون الاجميال؟ على قوة ومتانة العلا شو عرا هادي يا شنقريح؟ واش راك تحكي؟ العرايه تاع بوليساريو واش راك تحكي؟ السيدة في قراراتها السيدة إيمان مسؤولة والنيلة 60 نيلة شيء طمأنينة الحمد لله انه يقرا من الورقه. لو كان ما جاش يقرا من الورقه لو كان راه وسخنا. طمأنينة تعلموا يا جماعه الخطاب السياسي على اصوله، فن الخطابه، فن. سي اون اونت، كيسكي اون اونت، وين العار؟ طمأنينة. علاش ما تخليوش من طايش في الثكنه تاعو؟ ها؟ تجيبوا له شويه مراهقات كيما عوايدكم وتخليوهم مغلوق عليه. علاش تزيدوا تفضحونا اكثر من رانا مفضوحين؟ واش والدي الاجميال هذه؟ الاجميال طمأنينة. على بالكم بلي هادو راه من الناس خير، وانا ما قدرتش صراحه. انا سمعت الخطاب فيه اكثر من 15 دقيقه. لو كان نجيب لكم فقط الاخطاء، لو كان نقتصهم نفوتوا هنا، لازم باش نفوتوهم بالعقل وتسمعوا ونركزوا لازم ساعتين ثلاثه. راه في خطاب تاع 15 دقيقه ما كانش جمله ما فيهاش خطا. وانا مانيش نحس الان بالطمأنينة لانكم ما تضربوش على الشاشه، والله يقدر يطيح. حسونا بالطمأنينة. لا ما نقدرش وطمأنينها حتى الغلطه ما نقدرش نعاودها كما هو. كنا شفنا نروح الموضوع ربما اكثر جديه واكثر مأساويه. كنا شفنا الصور، بما اننا راح نوصلوا درك الموضوع تاع فنلندا، كنا شفنا الصور الاليمه اللي صراحه مره اخرى استنكروها. اذا شوف نعودوا نديروا التذكير اليومي بما حدث مع رئيس جمهوريه تندوف من اجل التضامن معها، ليس من اجل اننا نضربوا ضحوكه ولا مسخره ولا نستهزئوا به. حاشا لله، هذا زعيم جمهوريه تندوف، انا لا استهزئ بقاده البلدان الاخرى. دونك كنتو شفتوا الفيديو، راه كان جديد، راح نزيدوا ناكدوا بان الغزواني وموريتانيا راهم تعمدوا اهانه رئيس جمهوريه تندوف. نشوفوا اولا الصور الاليمه الحزينه. شوفوا البطوش يدور مسكين. انا رخيش، انا ماشي بنادم، اسمع ماشي بنادم انا. بطوش
علاش صوره برك الغزواني صوره واحد بختني فيها لانه بعدا قادر نصر النظام الجزائري تعرفوا عندنا حنا ما يسمى ابطال العالم في التبرير. انا كنت نروح نشوف الغزواني في تلك اللحظه باسكو انا كنت تحت الصدمه مازال هذا الاسبوع كنت تحت الصدمه تاع الصور هذه الكارثيه والاليمه وما تعرضوا له رئيس جمهوريه تندوف وكيفاش مسحوا به الارض مسكين. كنت نشوف استقبال تاع الاخرين ونروح نشوفوا تاع هاك ماشي في لندن لا هاك ايوا سلم عليه. واش اصاحبي راك تبوس فيه تقول ماكرون ما يحكم تبونا صاحبي نقص شويه الغزواني راك فضحتها كامل عدتوا ديروا كي ماكرون ولا واش؟ تصويره دا معاه صوره ويهلا معاه ويضحك معاه وعلاش ما عطيتوش الدار هو يعني غير رئيس جمهوريه تندوف جات فيه مسكين. حنا بعثناه لكم زعما باش ديروا له باش تستقبلوه وديروا له وزنه هيبه ومواقف عطيتو بالدار. لازم نقطع العلاقه الدبلوماسيه بين جمهوريه تندوف وموريتانيا. لا حول ولا قوه الا بالله. جماعه نعرج سريعا على الموضوع تاع الليله اللي هو صراحه ما فيهش قضيه الصفعه والحقره من الاخر باش ما نطولوا من اصلا نروح نجيبوا البيان الرسمي ما سجلتوش به سامحوني. جوينت تعرفوا بانه منذ ايام فرنسا اعترفت بمغربيه الصحراء وهو ما جعل النظام الجزائري يدخل في حاله هستيريه يسحب سفير الجزائر في باريس بعد قال لك لا رانا قلنا فقط التمثيل. المهم دونك النظام الجزائري سحب السفير رغم انه النظام الجزائري لما الولايات المتحده الامريكيه عبر سفيرتها في الجزائر حنا من الجزائر يصفعونا من بلادنا. قالت بان مغربيه الصحراء حقيقه تاريخيه نقول صفعونا صفعوا النظام بطبيعه الحال لان القضيه هذه لا ناقه لنا ولا جمال فيها من النظام الجزائري رجعها قضيه مصيريه بالنسبه لنا وقضيه تاع السياده. دونك سحبوا السفير في فرنسا. انا قلتها ونعاودها بانه سحب السفير هو مساله فقط قبل الانتخابات يضغطوا شويه مشاعر تاع انصار النظام الجزائري وراكم تعرفوا. وانا منذ اشهر وانا نقول هذاك الموقف الفرنسي نتكلم عليه منذ 6 اشهر وانا تقريبا ما نقولكمش اسبوعيا لكن تقريبا كل شهر كنا نتكلم الناس اللي يتابعوا راكم على بالكم لان الموقف الفرنسي كنت نقول دائما هو من اهم المواقف. فرنسا في الدبلوماسيه عندها وزن رهيب المواقف على عكس البعض. السلطه عنده تاثير وعنده تاثير خصوصا في الاتحاد الاوروبي. زافي دريونكو سفير فرنسا الاسبق في الجزائر خرج منذ ساعات وقال لك بانه القضيه لم يبقى لها الكثير وستحل. القضيه هذه لصالح المغرب بطبيعه الحال والاعتراف بالسياده الكامله على اقاليم الجنوبيه من طرف يعني العالم كله وتحل في الامم المتحده. وان الموقف الفرنسي هذا التغير تاع الموقف الفرنسي راح يفتح المجال امام العديد من الدول من اجل انها تغير موقفها وهو ما حدث اليوم. نروح نقراو فقط مباشره البيان المشترك بين بعد لقاء وزير الخارجيه المغربي لقجاء عفوا بوريطه مع وزيره الخارجيه الفنلنديه إلينا فانتولين. اتمنى ان النطق صحيح. يقول البيان فيما يخص قضيه الصحراء اسمعوا جيدا وركزوا لي مع المصطلحات. On the Moroccan Sahara issue حول قضيه الصحراء المغربيه. هنا اولا قلت انا منذ لحظه ان البيان كان ممكن ان يتحفظ لانه حتى فرنسا ما استعملتش المصطلح تاع الصحراء ماروكان ولا ماروكانيتي دو ساغا في الرساله اللي وجهها ماكرون. اعترفت ضمنيا لانه لما تقول بان الحل الوحيد هو مخطط الحكم الذاتي المغربي اعترفت بمغربيه الصحراء. لكن فنلندا تقول on the Moroccan Sahara issue Finland deems the Moroccan autonomy plan as a good basis for solution. فنلندا تعتبر بانه مخطط الحكم الذاتي المغربي هو قاعده جيده وحل جيد للقضيه هذه to the regional dispute over the Moroccan Sahara. ويكرروا مره اخرى المصطلح تاع Moroccan Sahara يعني الصحراء المغربيه. وفيما بعد يتكلموا على جهود الامم المتحده. الموقف الفنلندي تاريخيا هو دعم جهود الامم المتحده في هذا الموضوع. عمرهم ما تكلموا على مخطط الحكم الذاتي. مع ان التحول هذا اللي ياتي بعد ساعات من الموقف الفرنسي مرتبط بالموقف الفرنسي. اهميه الموقف الفنلندي انه فنلندا هي اول دوله في اوروبا الشماليه تعترف بمغربيه الصحراء حتى اذا كان هو يقول لك جود بيسيس فور سولوشن حل جيد من اجل المساله لكن يستعمل المصطلح تاع مروكن صحراء. معناتها الان القضيه بدات كما مثل لابولدوناج مثل كليفي بولدوناج يعني كره الثلج يعني لما من اسبانيا لفرنسا ودرك رانا طالعين لفنلندا. وتطرح الاشكال دائما بالنسبه لنا احنا في الجزائر وهو السر تاع كلامي عن الموضوع ملايير الدولارات عليها. وداعا يا الملايير اللي ضاعت في القضيه هذه 50 سنه يا شتك 50 سنه. الدبلوماسيه الجزائريه موضوعها الوحيد هو الصحراء. خوفا لانه مازال عندهم خوف من انهم يتخذوا موقف من قضيه الصحراء خوفا من ميليشيات بوليساريو. الناس باش تفهم تاريخيا البوليساريو كان على اعتاب وصل لنواكشوط لعاصمه موريتانيا. واليوم تخوف تاع موريتانيا انه بيحل القضيه هذه لصالح المملكه المغربيه. موريتانيا ستجد نفسها في مواجهه ربما جيش احسن تسليح منها اللي هو الجيش تاع جمهوريه تندوف اللي هي ميليشيات البوليساريو. باش تفهموا الاشكال يعني. بالاضافه الى انه احنا كجزائريين بطبيعه الحال النظام الجزائري مش راح يقول لك الكلام هذا. لكن انت اولا احنا كجزائريين خسرنا ملايير الدولارات. هذا هو هذيك ملايير الدولارات مستشفيات ومحطات لتحليه المياه وطرقات ومصانع لتشغيل الشباب راحوا وكان رانا استعملناهم باش نبنيو البلد. فهمتوا علاش درك المدن الجزائريه ما زابل؟ فهمت علاش ما عندكش امل في البلاد هذيك؟ باسكو دراهمك راحوا الامور في الحسابات تاع الجنرالات وفي القضيه الخاسره هذه لانه تنفعهم القضيه هذه.
لو كان درك رانا بنينا على الاقل بلد يكون مقبول شويه، بلد يوفر لك افاق شويه، ما يخليكش تستحي درك انك تقول بانك جزائري، ما يخليكش ان الموضوع الوحيد اللي راك تتكلم عليه هو هذا ايمان ولا هذه ايمان خفيف، وتستنى فيها تدي نضاليه باش تقول رانا حيرنا العالم. وش هو الانجازات في الجزائر؟ كش انجازات في المجالات العلميه، كش ما جامعات ناجحه، كش ما بنيه تحتيه، كش ما شركات نجحت، كش ما مصانع، كش والو. ومن اكبر الاسباب هو القضيه هذه اللي هبلونا بها في قضيه فرنسا، بيانين من وزاره الخارجيه تروح تبول رئيس معين سيخون على او انتخابات رئاسيه وحمله انتخابيه وكلش. الصحراء الغربيه اخر مستعمره في افريقيا، ولازم نوصل مع الامم المتحده الى تقرير المصير. ما لازمش نحلوا الازمات تاع المفتيات، ما لازمش نحبسوا طوابير، لا لا، لازم تقرير المصير، وحنا ما كناش نقرروا المصير. اصبر صاحبي نقرروا حنا مصيرنا، انا جزائري عمري ما انتخبت. ما ديروناش تقول حنا من نهار قررنا مصيرنا، فرنسا كثر خيرها خلاتنا نقرروا المصير، النظام الجزائري عمره ما خلانا نقرروا المصير على كل حال. تما فرنسا احسن منكم، على الاقل قالت لنا تحبوا تبقى الجزائر فرنسيه ولا تحبوها تبقى دوله متعاونه مع فرنسا. حنا قلنا تبقى دوله متعاونه مع فرنسا، ما قلنا لكمش تبطلوا وتبونوا ماكرون بالطريقه هذه. على كل حال الشعب الجزائري قال دوله متعاونه مع فرنسا في الاستفتاء، كان هذا هو السؤال على كل حال. دونك فهمتوا علاش نضل نحكي عن القضيه هذه؟ وين راه صاحب السفير في فنلندا؟ انا راني نستنى.